لما عين السلطان العثماني محمد علي على حكم مصر ده ما كانش مرضي بشكل كافي لمحمد علي، إن هو كان رجل طموح جدا وكان عنده رغبات توسعية، فضم للسودان ومن بعدها شبه الجزيرة العربية، وكمان ضم بلاد الشام. مين قلقوا تحركات محمد علي التوسعية دي؟ بعض دول أوروبا. ليه طيب قلقتهم؟ لأن ده كان بيمثل خطورة كبيرة على مصالحهم الاقتصادية في المنطقة، فتحالفوا مع السلطان العثماني وعقدوا معاه معاهدة لندن سنة 1840. ليه؟ لوقف توسعات محمد علي. طب ايه النتائج اللي طلعت من المعاهدة دي؟ إن محمد علي يتخلى عن معظم الأراضي اللي حكمها خارج مصر، بس السودان مهمة جدا لمصر. أدرك الحقيقة دي السلطان العثماني سنة 1841، فأصدر فرمان إن محمد علي يحكمهم هما الاتنين بشكل وراثي، يعني يحكمهم هو وأولاده من بعده. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. فاكرين؟ أما السلطان العثماني أصدر فرمان بتعيين محمد علي على مصر، محمد علي ما اكتفاش أبدا بس بحكم مصر، فضم ليه السودان وشبه الجزيرة العربية وفوقيهم بلاد الشام كرغبة منه توسعية. فدول أوروبية كده بصت قالت بس كفاية، توسعاته لازم ليها نهاية. الله، طب هما مالهم ومال توسعاته دي؟ أصلها خطر على مصالحهم الاقتصادية، فتحالفوا مع السلطان العثماني في معاهدة لندن 1840 لوقف كل توسعاته زي ما كانوا عاوزين. ومن نتائجها كما جاء في النص تخلي محمد علي عن معظم أراضي يحكمها كده خارج مصر، بس السودان دي مهمة لمصر، ده شيء أساسي. فأدرك سلطان أصدر فرمان في 1841 إن محمد علي يحكمهم مع بعض كحكم وراثي.